طب يا جماعة احنا كده الحمد لله خلصنا البيت. دي نظرة مبدئية على البيت كده من بره. تعالوا ندخل جوه بقى ونشوف ايه العظمة اللي احنا عملناها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود من قناة اكس دي حودة، والنهاردة فيديو جديد لماينكرافت وتكملة بقى. رحلة البقاء اللي احنا هنعيشها دي ربنا يستر. انا حاسس ان احنا بنغرق، بس ان شاء الله خير يعني. ومحتاج نصايحكم، انا مش فاهم اي حاجة في اللعبة. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انا ليه فاتح النور وقافل الشاشة لا لا، انا في حركة بيعملوها اليوتيوبرز، بيعملوا كده. مفيش حاجة. طب في حركة تانية بيعملوا كده. اه، دي ظبطت. هي دي انا خايف اعملها تاني انه يفتح فقشطه. يعني مشوها لي، قولوا لي ليها حلو. يعني اتمنى تقولوا لي ليها حلو. شو لي الدنيا ويلا بينا على الفيديو. يلا بينا. نخش في الموضوع على طول. طب يا جماعة انا عملت شوية حاجات وما شاء الله عليا، يعني اللهم بارك. نسيت اصور. يعني تقولي لي يعني ايه؟ اقول لكم يعني انا الحتة دي كان فيها حبة حاجات كده ديرت. شلتهم كلهم و لسه هشيل شوية لان احنا بإذن الله بيتنا هنا. يعني خلاص. اه ده اتكسر. ممكن بقى بعدين نشوف بقى لو حبينا نبدل، بس يعني المهم عملنا هنا برضو زرعنا. عشان انا هدفي دلوقتي الاساسي قبل البيت ان انا اعمل مزرعة بسيطة. نجيب بيها بقى اكل، لان احنا الاكل عندنا في ذمة الله. تعالوا يا رجالة، تعالوا يا رجالة معايا. ايوه تعالوا. تعالوا يا رجالة تعالوا. ايوه كده. بسرعة بقى ما تقرفوناش بقى. احنا دخلنا بقى الأوضة بقى. ها، صدمة مش كده؟ يا فرحة امك بيه. ايوه. فين الواد؟ ايوه كده يا ملك اخويا، مش هاكلك بصراحه يعني عشان انا محتاج الاكل. طب يا جماعه انا دلوقتي البيت اللي في بالي مش عارف هعمله ازاي. مش عارف هعمله شكله ايه. بس بحاول اجمع خشب كتير، احاول اجمع طوب عشان يعني نمكس. انا فاكر ان كان في بلوكات بيبقى لونها ابيض. بس تقريبا دي من النذر، حاجه زي كده. يعني اعتقد دي كانت بجيبها من النذر، بس قشطه يعني ايه. هنمشي حالنا باللي معانا. هو يا جماعة احنا تقريبا عملنا 2 ستاك من الحاجات دي. وهنعمل بقى الخطة اللي انا ناوي اعملها بإذن الله. ان انا اعمل البيت بتاعي شبه طاير. يعني عايزه بيت كده شكله ايقوني، انا عايز حاجة ايقونية. مفيش منها اتنين في البلد يعني. بس بقى بس بقى بس كفايه كذب كفايه. طب يا جماعة احنا كده عملنا الممر الشرفي بتاع البيت، نبدأ بقى في تأسيسات البيت الحقيقية بقى. اهو يعني صباح الفل. طيب يا جماعة احنا كده عملنا الأرض، كل ده احنا بنعمل الأرض بس، اللهم بارك، حاجة زي الفل، حاجة زي الفل يعني، تشرف الله أكبر. الفكرة بقى اللي أنا ناسي ازاي بنعمل الإزاز بصراحة. A few moments later. الله يا جماعة شايفين المنظر العظيم؟ في واحدة طلعت، يلا أنا رايح. اللي أنا أعرفه اللي أنا لو طلعت على واحدة بنط هتقع أو حاجة زي كده، أنا مش فاكر يعني. يا سلام يا سلام يا سلام. احنا محتاجين كمان واحدة. عشان ايه؟ نعمل أكل يعني. ونظبط الدنيا يعني ونعمل حاجة نضيفة يعني. طب يا جماعة احنا وصلنا لحتة حلوة، يعني أنا حاسس إن احنا عاملين شغل حلو. شكله لطيف. آه رونق. أي نعم، من غير أي حاجة، بس يعني أنا حاسس إن احنا ماشيين حلو.
مواردنا عامة عمالة تخلص. الإزاز أنا مش فاكر خالص بيتجاب ازاي يعني. تقريبا كان بيتجاب بالرمل. بس بنعمل ايه عشان نوصل ليه؟ والله ما فاكر، مش فاكر نهائي. A few moments later. هو يا جماعة بعوني اللي تتشوي، واكيد مش هتكفي الفتحات الاوفر ران عاملها دي. انا كده بنندم كده، مش عارفين ايه الحل. ايه الحل؟ ايه ده انتوا تتجوزوا بقى. تتجوزوا ثانية اجوزكم، والله العظيم احلى جواز. خد يا عم، خد يا عم. انا مش هسيبك انت يعني، مش هخليك تبقى قاعد لوحدك بصراحة. يا سلام. طب يا جماعة انا كنت بتمشى، لقيت الخشب اللي لونه ابيض، ولقيت الخشب اللي بيبقى لونه برتقاني. آه مش عارف دول هيفيدونا في التصميم. الابيض هيفيدنا، بس البرتقاني ده ممكن نعمل بيه ايه؟ آه يفيدنا في التصميم، ما عنديش اي فكرة. The next day. طب يا جماعة الحمد لله جبنا اتنين. يلا رجالة، جيبوا لنا واحد صغنن كده. ايوه نزل لي من هنا. ايوه اخويا، عامل ايه يا بلا؟ اطلع اطلع سلم على العلم، سلم على عمو يلا. طب يا جماعة احنا وصلنا لمرحلة حلوة، بس الخشب الابيض بتاعنا خلص. فاحنا محتاجين لو كده بقى ايه، نرجع تاني نجمع خشب. فاحنا نروح نجمع خشب، وربنا يكتب اللي فيه الخير تاني بقى. A few moments later. طب يا جماعة احنا جمعنا خشب كتير فشخ اهو، كتير موت. ودي حاجة جامدة. نرجع للبيت بقى لو عرفنا، نرجع للبيت لو عرفنا، وربنا يكتب اللي فيه الخير. Two hours later. طب يا جماعة احنا كده الحمد لله خلصنا البيت. دي نظرة مبدئية على البيت كده من بره. تعالوا ندخل جوه بقى ونشوف ايه العظمة اللي احنا عملناها. مفيش اي حاجة ولا عظمة ولا بتاع. عملت أوضة عبيطة كده، اه، فيها كل مستلزمات الحاجات في الدنيا. وهنا مش عارف اعمل أوضة للسرير ولا اسيبها في البراح كده. انا مش، انا حاسس ان انا هسيبها في البراح يعني. اه، طبعا انا عايز لسه احط ديرت هنا املاها، واعبيها ورود بقى، يبقى منظر حلو كده حوالين البيت. وهسفلت الحتة دي كلها بالحتة دي، هسفلت حبة كبار كده حوالين البيت عشان نعمل مزرعة بدل العبط ده. فراخ يعني مش واخدين حقهم نهائي. هاتوا البيض اللي معاكوا يا اخواتي. خد يا زلمة. ماشي، ما عملش اي حاجة قشطة. نكبر المسائل عشان الدنيا تبقى شكلها حلو حتى، يعني ايه المنظر المقرف ده. طب يا جماعة رجعنا تاني بس بحاجة جديدة بقى. عملنا خريطة، انا مش عارف اغلبية اعداداتها، بس فيها تيليبورت للبيت والكلام ده. ممكن الناس تقول لي يا محمود ده غش. اقول لهم ما انا عارف، عايزين ايه؟ تعبت كده. اصل يا جماعة نبص برضو للعقل. العقل بيقول ايه؟ انا مش عارف ابعد عن البيت، يعني كل ما ببعد خطوتين بنسى البيت فين. فلازم يبقى فيه تيليبورت عشان اعرف يعني اتعايش. وما اعتقدش يعني
مكبرش الموضوع قوي يعني، موضوع بسيط. حتى لو مت اعرف ارجع اشوف بيتي فيه ايه. ولا دي ما جهزتش كده ولا جهزت؟ انا معايا واحده عامه، عايز اكل الخرفان اللي انا من ساعه ما جبتهم ناطرهم خالص دول. طب يا جماعه احنا كده عملنا البتاع، عايزين نملاها ورد بقى وزرع. مش عارف بنجيب الورد والزرع منين. وفي نفس الوقت كده احنا عملنا البيت. نتكلم كده، احنا عملنا البيت اللي هو اهم حاجه بصراحه. ما بعد البيت بقى ان احنا نعمل يا سلام على البيض. ولا بيضه، انتوا بيض بايظ. خش خش. فين الواد؟ ايوه. السلام عليكم. ساعتها عليك اهو عشان ما تبقاش متضايقين يعني يا اخواتي. تعالوا يا اخواتي. تعال اتفضل اتفضل، بيتك الكبير. تعال اتفضل اتفضل اتفضل. تتجوزوا لو خدت حاجة؟ تجيبوا عيال؟ بيجيبوا عيال. تعالى يا عم. A few moments later. Two thousand years later. طب يا جماعة، احنا دلوقتي بقى ظبطنا تقريبا كل اللي احنا كنا عايزين نشتغل عليه النهاردة. عملنا مزرعة حلوة للخرفان وللفراخ، وهنجيب مزرعة جنبهم للبقر. اهم حاجة شكلهم يكون لطيف. البيت، عملنا بيت انا شايف ان هو حاليا كويس، نقدر مع الوقت نظبط بيت اكبر. عملنا اوضة بقى فيها كل المعجنة. آه، مش عارف اعمل اوضة للسرير ولا اسيبها كده ولا ايه الدنيا. بس ان جنرال احنا يعتبر خلصنا النهاردة. آه، المرة الجاية عايز اعمل مزرعة كبيرة موت للحاجات دي اللي انا نسيت اسمها، اللي هو دول. مزرعة لدول عشان انا دول زهقت منهم يعني. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو عندكم اي اقتراحات يا ريت تبلغوني. وقولوا لي ايه رأيكم في فكرة الخريطة اللي انا عملتها دي، عشان حتى نعرف نبعد عن البيت، نشوف اماكن جديدة فيليج، ونشوف بقى الدنيا بقى، نشوف الدنيا في اللعب. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. ولو عندكم اي حاجة اكتبوها لي في الكومنتس تحت. بس سلام.